اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا ترشيح لفيلم جديد، وفيلمنا هو شانج تشي واسطوره الخواتم العشره. المهم، الفيلم بيبدا براجل اسمه وون وو مع 10 خواتم سحريه بتديله القوه والسرعه والخلود، وعشان كده عايش من الاف السنين. والخواتم دي قويه جدا، بتعمل هجمات سحريه وبيقدر يطير بيها ويحارب بيها جيوش لوحده. واسس منظمه سريه سماها 10 خواتم، وكان بيستخدمها عشان يسيطر بيها على الحكومات والبلاد من وراء الكواليس. وبعد سنين طويلة سمع عن قرية أسطورية اسمها تالو، قرية مخفية وراها بوابة فيها قوة غريبة ومخلوقات مش طبيعية. فقرر يروح لها بنفسه، وأول ما حاول يدخل البوابة اللي بتودي للقرية اتصدت له واحدة ست اسمها يانج لي، وحصل قتال ما بينهم. والقتال كان ممتع جدا، تحس إنه مزيج بين الكونج فو والرقص، بس واضح إن في كيمياء غريبة ظهرت بينهم. وفي الآخر اتقابلوا كذا مرة وقعوا في حب بعض، فأونو قرر يسيب الخواتم ويتجوزها ويعيشوا حياة طبيعية، وخلفوا ولد اسمه تشانج تشي وبنت أصغر منه اسمها شيلينج. لكن لما تشانج تشي كان عنده حوالي 7 سنين، أعداء من منظمة تانية دخلوا البيت وقتلوا يانج لي، فهون اتجنن ولبس الخواتم تاني ورجع يقتل كل الناس اللي ليهم علاقة بالهجوم ده. وبعدها قرر يدرب تشانج تشي عشان يبقى قاتل، وبدأ يدربه من وهو عنده 7 سنين بشكل عنيف جدا، بس رفض يدرب بنته شيلينج لأنه شايف إن الستات مش مفروض يقاتلوا. فشي لانج بدأت تدرب نفسها في السر. ولما تشانج تشي كبر شوية، وون وو بعته في أول مهمة قتل، وقال له بعد ما تخلص ارجع. بس تشانج تشي نفذ المهمة وساب كل حاجة وهرب على أمريكا وغير اسمه لشون. وتعدي السنين ونشوفه شغال في باركنج العربيات، وصاحبته المقربة اسمها كيتي، بيشتغلوا مع بعض وبيعيشوا حياة هادية. وفي يوم وهم راكبين الأتوبيس بيتهاجموا من ناس غريبة، ومعاهم راجل عنده سيف مكان دراعه اسمه ريزر فيست، وبيحاولوا ياخدوا سلسلة شانج تشي. وهنا بنشوف لأول مرة مهاراته القتالية وبيضربهم كلهم. وبعد كده بيروحوا البيت وبيحكي لكيتي عن جزء من اللي حصل، وبيقول لها إن لازم يروح ماكاو لأن عنده أخت هناك، والسلسلة اللي معاه كان معاها زيها، فبيخاف يكونوا رايحين ليها. وبالفعل بيروحوا ماكاو وبيلاقوا أخت شانج تشي اللي هي شيرينج، وهي هناك مديرة نادي قتال سري كبير وبتعمل مباريات غير قانونية. وبيشارك تشانج تشينج في قتال من غير ما يعرف، وبيتفاجأ إن اللي بيقاتله هي أخته، وبتغلبه بسرعة وبتزعله عشان سابها زمان ومرجعش. وبعد كده بيهجم عليهم رجال أبوهم وبياخدوا التلاتة شانج تشي وشيلينج وكيتي وبيودوهم للمقر الرئيسي بتاع المنظمة. وهناك ونو بيقول لهم إن أمهم لسه عايشة، وبيسمع صوتها بتناديله من جوه تالو، وإنها محبوسة جوه الجبل وعايز يروح يحررها. بس هما مش مقتنعين وبيحاولوا يقنعوه إن ده مش حقيقي، فبيحبسهم. ولكن بيلاقوا حد غريب في الزنزانة معاهم، وهو تريفور سيلاتري اللي كان ظهر قبل كده في فيلم ايرون مان 3 لما كان عامل دور المندرين، واللي طلع وقتها مجرد ممثل. تريفور معاه مخلوق صغير شبه الكتكوت كده بأجنحة ومن غير وش اسمه موريس، وبيقول لهم انه يقدر ياخدهم لتالو لانه حافظ الطريق. وفعلا بيهربوا من مقر ونوو وبيركبوا عربية وبيدخلوا الغابة السحرية اللي الطريق فيها بيتغير كل لحظة، وبيوصلوا أخيرا لتالو. وهناك بيتقابلوا مع خالتهم وبتحكي لهم الحقيقة، وإن اللي بينادي على والدهم مش أمهم، دي كائنات شريرة محبوسة جوه الجبل وبتستخدم الأصوات عشان تضحك على الناس وتحرر نفسها. وتشانج تشي وأخته كيتي بيتدربوا مع أهل تالو على القتال، وتشانج تشي بيتعلم يستخدم أسلوب أمه اللي بيعتمد على التوازن والتناغم. ويوم المعركة بيجي ونو بيوصل مع جنوده وبيبدأ القتال، وتشانج تشي بيواجه أبوه بيحاول يقنعه إن اللي بيعمله غلط، بس ونو بيصر إنه يفتح البوابة وبالخواتم فعلا بيكسرها. وهنا بيخرج التنين الشرير، كائن ضخم بيشفط أرواح الناس، وبيقتل ونو في اللحظة اللي بيحاول فيها ينقذ ابنه، وبيسيب له الخاتم قبل ما يموت. وتشانج تشي بياخد الخواتم وبيبدأ يقاتل التنين الشرير، وبتساعده كيتي اللي بتستخدم السهام وأخته شيلينج. وفي الآخر شانج تشي بيستخدم الخواتم بشكل مختلف عن أبوه، وبيقدر يتحكم فيها بطريقته وبيهزم التنين وبيقفل البوابة تاني. وبعد المعركة شانج تشي وكيتي بيرجعوا أمريكا وبيحكوا قصة لأصحابهم، بس محدش مصدقهم. وفي مشهد النهاية بيظهر وونج من دكتور سترينج وبيقول لهم إن الخواتم دي مش عادية، وإنها بعتت إشارة غريبة لما اتفعلت، ولسه في أسرار كتير حوالينها. المهم، الفيلم بيعلمنا إن الهروب من الماضي مش حل، لازم تواجهه عشان تعرف تمشي لقدام. وبيفكرنا إن قوتك الحقيقية بتبان لما تختار الصح حتى لو صعب. وكمان مش لازم تمشي في طريق غلط عشان أهلك اختاروه، حياتك ليك وانت حر تبنيها على طريقتك. والقصة بتدور حوالين العلاقات العائلية والصراعات بين الأب والابن،
وده بيخلي موضوع العيلة والمحبة والتسامح جزء كبير من الفيلم. ورشح لكم الفيلم ده لأنه بيقدم لك قصة قريبة مننا عن واحد بيحاول يلاقي نفسه وسط مشاكل كتيرة، والقتال والأكشن فيه ممتع جدا، وكمان مليان خيال وإثارة تخليك متحمس طول فترة المشاهدة، وفي نفس الوقت مليان مشاعر صادقة هتلمس قلبك وتخليك تحب أهلك أكتر وتتسامح معاهم. المهم هنتظر رأيكم وتعليقاتكم لما تشوفوا الفيلم. أشوفكم في فيديو قادم، سلام.